السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الفيديو اللي يفتح النفس ده؟ بجد طريقة الفسيخ دي يا جماعة رهيبة جدا. اول مرة اجربه بجد، وبقولها وانا مبسوطة جدا بجد من النتيجة. مش هتشتري فسيخ تاني، مش هتجيبي بجد فسيخ من بره تاني. انا مش فاهمة يعني ايه اللي كنا بناكلوه من بره ده. طيب، نجاح الفسيخ اول حاجه ايه؟ السمكيه نفسها. السمكيه نفسها لازم الزعانف بتاعتها تكون لونها جراي او لونها رصاصي زي ما انت شايفه. راس السمكيه بتكون عريضه، ما بتكونش طويله كده ليها بوز. السمكيه بتكون طازه، ما بتكونش مجمده. السمكية بتكون مزارع يا جماعة، مش بوري بحر. بوري بحر الرمل بتاعه، البوري الرملي زي ما بيقولوا، اللحم بتاعه مش بينفع في التمليح. ودي أساسيات لازم تلتزمي بيها علشان تطلعي طريقة فسيخ بالشكل اللي موجود قدامك ده. لا ريحة، الريحة النفاذة دي والله صدقوني يا جماعة مفيش خالص خالص ريحة نفاذة. وده طبعا من نجاح الفسيخ ان انا بغسله كويس قوي قوي قوي، وبنشفه او بطلعه على ورق مناديل او ممكن على فوطة مطبخ او حاجة. بتغسليه تحت الحنفية بالشكل ده، تغسلي الخياشيم بتاعته كويس قوي، لان طبعا بيبقى فيها اتربة وفيها طينة وفيها حاجات كده مش حلوة. تغسليها وهي السمكية زي ما انا ماسكاها بالظبط كده. تمام، بتغسليها كويس قوي قوي تحت الحنفية. الناس اللي بتقول الفسيخ مش السمكة مش بتتغسل، لا يا جماعة بتتغسل، لان دي مزارع. وزي ما اتفقنا ان لازم علشان ينجح معاكي في البيت لازم النظافة. هتقولي الراجل عند الفسخاني ما بيغسلش يا جماعة. لا، بيغسل الفسيخ بس ما بينشفهوش زي ما احنا بنهتم بيه في البيت. لما بتنشفيه بتلاقي المية بتاعته ما بتعملش اي ريحة نفاذة. وده طبعا الفرق بينه وبين الفسيخ اللي من بره. طيب، ايه الازازه اللي معايا دي؟ الازازه دي ازازه عادي، ازازه بيبسي عاديه، وده اللي انا هوقف فيها الفسيخيه بتاعتي. لو انا ما عنديش دورق مثلا او حاجه، او حابه استعمل حاجه وارميها، هيكون معاكي سهل قوي. مش هتحتاجي لحاجه، او مش هتحتاجي المواعين اساسا يعني علشان تجهزي الاكله بتاعتك. انا قصيتها على قد طول السبكية، وانتوا طبعا هتشوفوا المنظر. وبعد طبعا ما قصيتها غسلته بعد التغسيل، انا بنشف. مرحلة التنشيف مهمة قوي، مهمة لعمل الفسيخ في البيت. يعني احنا علشان ينجح معانا في البيت، فاحنا على قد ما نقدر بنهتم بالنظافة، ومش عايزين يبقى فيه سوائل. السوائل بتعمل بكتيريا، واحنا في غنى عن كل ده. انا غسلته وزي ما انتوا شايفين بالمناديل اهو. بضغط شوية على الخياشيم علشان تمتص كل المية لو هي موجودة جوه السمكية نفسها. تمام، ما بجيش جنب منطقة البطن نهائي. شغل كله ناحية الراس بتاعة السمكية. زي ما انتوا شايفين قدامكم طبعا، شايفينها ان هي لونها احمر طازة. السمك المجمد ما بينفعش في الفسيخ. تمام. انا فكرة الازازة اللي انا قصاها علشان اوقف فيها السمكية بالشكل ده. ممكن تحطي منديل تحت في الازازه نفسها وتوقفي عليها السمكيه، وممكن لا. خدي بالك من شكل السمكيه اللي انت هتستعمليها او اللي انت هتملحيها تطلع معاكي فسيخ ناجح. تمام كده، الموضوع ده ما بياخدش وقت خالص يا جماعه. يعني طريقه التمليح نفسها بتقعد حوالي، في الصيف يعني ممكن تقعد معاكي 10 ايام. في الشتاء، ولو كمان المطبخ عندك دافي في الشتاء زي عندي كده، قعد معايا 12 يوم وكان رهيب بجد، رهيب رهيب. لا طلع معايا ريحة ولا انتفخ معايا الفسيخ. وكان ناجح يعني ومضمون بنسبة 100%. انا هنا على قد ما بقدر بنشف كمية المية اللي موجودة في الخياشيم، وهيبقى معايا زي الفل بدون ريحة. ودي مهم جدا الناس اللي بتقرف من ريحة الفسيخ. بجد انا مش فاهمة احنا كنا ازاي بنشتريه من بره، والريحة الرهيبة اللي احنا كنا مستمتعين بيها دي عملناه في البيت بدون الريحة النفاذة اللي ريحة السمكة او ريحة التمليح العادية اللي ممكن تتحمليها. تمام. انا وقفت كل كميه السمك بعد ما نشفته كويس قوي. انا مش بحب اسيب السمك بتاعي بره التلاجة، ولا في صيف ولا في شتاء، بره في المطبخ يعني. بحب اكيسه زي ما انت شايفه كده، احط كيسه عليه وهخليه في التلاجة. هخليه في التلاجة يتصفي كميه الميه كلها، كلها اللي موجوده فيه، لمده حوالي، يعني انا سبته 7 ساعات. ممكن تعمليه من بالليل تقومي الصبح تملحيه.
تمام، وغطيه كويس قوي عشان بلاش يعني حشرات الطايره، لا ناموسه ولا دبانه ولا اي حاجه تيجي عليه، عشان طبعا ما البكتيريا والحاجات اللي هي الضاره. يحفظنا ربنا ان شاء الله احنا وانتوا. اول حاجه معايا بقى الملح الرشيدي او الملح الخشن. لكل سمكيه باخد 3 معالق كبار هرميين من الملح الخشن. الملح الناعم يعني مش بينجح الفسيخ بنسبه كبيره، ممكن تشتغلي بيه، بس بجد الافضل اللي هو الملح اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بعد بقى هنا مرور الست 7 ساعات في التلاجة، السمكية بقت جالسة كده وناشفة كده، مفيش فيها اي حاجة. لزيادة التأكيد هنشفها لاخر مرة، يعني دي اخر مرة انا هوريها لكم هنشف السمكية. تمام اهو زي ما انتوا شايفين، يعني تنشيفة سريعة كده، علشان خلاص بقى هبدأ في ان انا هملي بقى الخياشيم بتاعته بالملح. معايا عندي الملح، وانا حطيت هنا طبعا الكميه اللي معايا دي حوالي 2 كيلو 350 جرام، اخدوا نص كيلو من الملح الخشن. تمام كده. بس لكل سمكيه بتاخد حوالي من معلقتين ل3 معالق كبار هرميين. باخد منطقه الديل بس، يعني انا ما باجيش خالص ناحيه البطن. بضغط كده عكس اتجاه الشوكه نفسها اللي في الديل، بضغط ضغطه بسيطه يعني مساج كده بسيط لحد فوق، ومش باجي جنب منطقه البطن، علشان لو ضغطنا عند منطقة البطن ممكن البطن تتفتح او حاجة وتبوظ معايا السمكية. تمام كده، يعني هي مساج. هنا حطيت معلقة كبيرة من الشطة والشطة هنا مادة حافظة، وبطرف المعلقة كركم. ما تكتريش في الكركم علشان الكركم بيمرر اللحم بتاع الفسيخ. بصوا بقى انا بحشي ازاي. بضغط من الجناب من الخياشيم، بلاقي البق بيتفتح، بحشي كمان البق وبمشي على بقية الجسم شوية كده. بقى كيس محمل، اللي هو الكيس الاولاني ده لازم يكون محمل شوية، علشان انا عملت ال4 سمكات في كيس واحد. تمام كده، سهله قوي يعني، ما فيهاش اي حاجه وممكن اي حد يعمله. انا كنت بجد قلقانه وقلت اللي هو الموضوع صعب ومش اي حد يعمله. لا، اي حد يعمله، بس لازم تلتزمي ببعض من التعليمات، هينجح معاكي ان شاء الله ويكون زي الفل. خلصت الكميه وجبت بقيه الملح اللي فضل، رشيته فوق الوش كده، وهبدا المعركه. ايوه، هبدا المعركه. اول حاجه هقفل الكيس، خرج الهواء تماما تماما، وبعدين بستريتش راب، وخبطي بقى على الجيران ولمي الكياس كلها اللي عندهم، عشان انا في الحقيقة حطيت اكتر من 20 كيس في الفسيخ بتاعي. تمام، وما اكتفيتش بكده، لا جبت كمان السكوتش وبقيت الف عليه واحكمه بشكل رهيب. يعني بصوا المنظر هنا ده بالسكوتش، ده بعد الكياس والستريتش راب وبقيه الاكياس. يعني زي ما اتفقنا كده، خبطي على الجيران ولمي الاكياس بتاعتهم اللي مش بيستعملوها. يعني بجد كده انا كفنته تقريبا، مش ملحته يعني. بس بجد قعد معايا حوالي 12 يوم. عايزه اقول لكم طالع معايا زي الزبده زي ما انتم شايفين. جربوه ان شاء الله يعجبكم، وما تنسونيش في لايك حلو، وباي باي.